كيفاش تخرج راسك من الادمان على القمر؟ هذا هو السؤال ديال اليوم. بغيتي تعرف الجواب؟ عطيني ودنيك وتبع معايا. الادمان على القمر بصفه عامه كيتسمى الاضطراب ديال القمار القهري، يعني لي تروبل دو جو كومبولسيف. و كيوقع ملي الواحد كيبدا كيلعب بلا قياس، حتى كيوصل لواحد المرحله اللي ما كيقدرش يحبس فيها، وواخا كيخسر بزاف ديال الفلوس وكيواجه مشاكل في الحياه ديالو اليوميه. وبلا شك بديتو كتشوفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت وغير ذلك ان ولاو واحد التطبيقات جديده اللي كيوهموا البشر والانسان والمجتمع ديالنا انه كاين الربح. واخا بعض الاحيان كيربحوا، ولكن كيطيحوا في المشكل ديال الادمان. من علامات الادمان ديال القمر هو التفكير باستمرار في اللعبه. كتبقى ليل ونهار وانت كتفكر غنربح وغندير، ولا كتفكر في شنو غادي دير بالفلوس الا ربحتي. وتخطيط دائم للماتشات المقبله، ولا اللعبه المقبله، ولا غادي ندير وها كيفاش غندير، ولا ها النوامر اللي غنلعب، ولا ها شنو غادي ندير، ولا ها العودان اللي غادي نلعب، اولا هذاك اللعب الجديده دابا اللي ولاو في التطبيقات ديال الطياره وديال هذا، كتقول غادي نبقى هذا وكتبقى كتخطط. وكاين واحد الرغبه في المقامره ديال المبالغ اكثر، كتقول غادي نلعب اكثر باش تحس بواحد الاثاره، وكتحاول ديما فاش كتخسر كتحاول تلعب اكثر واكثر بمبالغ اكثر باش تعوض الخسائر ديالك. وهذا هو الفخ اللي كيطيحوا فيه الناس وما كيقدروش يحبسوا، وكيبقاو ديما في واحد الادمان ديال يلعب ويخسر ويعاود يلعب ويعاود يخسر حتى كيطيح في مأساة. والمأساة الاجتماعية ديال هذا القمر خطيرة جدا. من بين العلامات الأخرى كتكون واحد الشعور بالقلق والعصبية ملي الإنسان ما كيلقاش الفلوس باش كيلعب، وهذا هو اللي كيؤدي ارتكاب أفعال جرمية خطيرة. لأن الإنسان فاش كيكون مدمن كسوا بمخدرات أو لا كسوا بهذه اللعاب ديال القمر أو لا بأي إدمان، كيولي كيقلب على أسهل طريقة وأقرب طريقة باش ياخذ الفلوس. هادشي اللي كيؤديه للسرقة والنصب والاحتيال وافعال جرميه خطيره، وبعض المرات كتوصل حتى للقتل باش ياخذ الفلوس ويحاول يلعب ويعمر ذاك الفراغ ديالو. كاين عاود القضيه ديال الكذب على العائله وعلى الاصدقاء، وكيكذب حتى على راسو، لان ما كيبينش الحجم ديال الادمان ديالو على هذا اللعب، وكيقول بانه في راسو راه كيلعب غير شويه ولا غير بمبالغ، المبالغ كيكونوا قلال، يعني كيقول في راسو سي با غاف جو مون فو. ولكن هذا هو المشكل والفخ اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. الاسباب الاخرى ولا المسائل الاخرى اللي نقدروا نشوفوه هو الوقوع في الديون والمشاكل الماليه بسبب هذا اللعب. والانسان الله يستر ولا قدر الله كيبدا كيبيع حوايجو ويشطب دارو ويسرق وينصب وينهب اموال الناس باش يلعب. وهذا هو المشكل الكبير ديال هذا الادمان ديال هذا القمر. كيفاش تقدر تواجه هذه المسائل ديال الادمان على القمر؟ كما قلت قبل قليل راه بحال لا دروغ، لان الادمان فيما كتسمع كلمه ادمان راه كاين الدواء وكاين الحلول، غير الانسان خاصو تكون عنده الرغبه في ذلك. من بين العلامات اللي نقدروا نقولوا هما انه الانسان باش يبدا بحال لا دروغ ولا شي حاجه اخرى، ماشي انسان غادي نجيو غادي نحبسوا عليه الموضوع، ضروري داكشي خصو يكون تدريجي، لان يقدروا يوقعوا اضطرابات نفسيه خطيره ونوليو بغينا نحيدوا الكرموس الهندي غنجيبوا شجره ديال الدرك، راه ما يمكنش. بالنسبه لهذه المساله هذه خاص تقدر تحدد ميزانيه صارمه وما تخالفهاش. بحال دابا تقول غندير واحد المبلغ مالي ما نفوتش 100 او 200 او 1000 درهم، او اللي راه كاين اللي كيوصل حتى 100 مليون ديال القمر في النهار وفي اليومين وفي السيمانه. كاين اموال طائله اللي كتمشي في هذا الشيء، يعني على حسب كل واحد وجيبو. غيقول مثلا كنت كندير مثلا 1000 درهم في السيمانه، هاد السيمانه غندير غير 200 درهم وما غنحاولش نفوتها، ربحت هو هذاك خسرت هو هذاك، وبتدريجيا كيبدا كينقص. يحاول يتلقى ولا يتلقى انشطه اخرى اللي تعوض هذا اللعب هذا، بحال الرياضه ولا هوايه اللي كتفرحك، بحال اي حاجه اللي تقدر دير وتنسى هذا الاكتئاب ديال الادمان
بصفة عامة. تقدر عاود تبعد على الأماكن، وهذه كنأكد عليها، تبعد على الأماكن اللي كيدوروا بهذا الشيء ديال لي كازينو ولا التطبيقات اللي كيشجعوا على القمر. لأن كل ما كتشوف هذا الشيء وكل ما كاين واحد التحريض لا واعي، الانسان كيكون كيشوف مثلا شي فيديو على اليوتيوب ولا شي حاجه وحتى كيطلع له اشهار ديال التطبيق ديال هذا وهاد الطياره غادي تميزي وغتربح وهذا، وكيوليو كيوهموا الناس. اذا تحاول ما امكن تبعد على هذا الشيء غير بعد واحد لا بيريود اللي باش تحيد من هذا المشكل ديال الادمان. وتقدر بطبيعه الحال تواصل مع شي واحد يكون يقدر يعاونك بحال صديق ولا عائله، ولا شي مختص نفسي اللي يقدر يعطيك واحد التوجيه مهني. الا كنتي كتحس براسك ولا شي حد قريب لكم كيحس وكيعاني من هذا المشكل، ضروري ومؤكد يعرف بان راه كاين الدواء، وبان الادمان كله بصفه عامه عنده الدواء ديالو. وكاين الحلول. يعني الانسان كما كنقولوا ما يهبطش يديه، با بيسي لي بغا، يبقى يقلب على الحل ويحاول ما امكن يخرج راسه من هذا المشكل هذا. وماشي عيب الواحد يطلب بيد المساعده من الاصدقاء ولا من العائله ولا من المختصين كما قلت. من طبيعه الحال الانسان ربي خلقنا ماشي باش نطيحوا في هذه المشاكل، ولكن الا طحنا فيهم خاصنا نهزوا راسنا ونزيدوا للمستقبل.